السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بصور شقة يا جماعة، شقة بحري قبلي، يعني هوا طبيعي بسم الله ما شاء الله. احنا هنا كده شايفين البحر من شباك أوضة النوم، وبرضه من البلكونة جنب مشوار البحر. عندنا رؤية البحر هنا كده، عاملين زوم ممكن نقرب أكتر. هنا اسكندرية العجمي الهنوفية، شارع الجمعية. هنا قريب من شارع الهنوفية الرئيسي بجوار الخدمات والمواصلات. اللي عارف الجمعية أو اللي مش عارفه، دي شارع خدمي صيف شتاء، في كل الخدمات والمواصلات على مدار السنة كلها. وكده رجعنا للوضع الطبيعي. احنا العمارة تقريبا رقم 9 من البحر أو 10. احنا كده دي الغرفة الأولى. طبعا تشطيب جديد لسه، حتى هنا النجارة لسه ما دهنتش، الحيطة متجهزة على الدهانات الأخيرة. دي الطرقة معانا، دي الغرفة رقم 2. الشباك ده على منور. الحمام، دي شباك تهوية تاني على منور برضو. باب الشقة دي بسم الله ما شاء الله. الريسبشن كبير اهوت، يشيل حوالي 3 قطع مرتاح. يعني الشقة عائلية تصلح سكني ومصيفي ان شاء الله في نفس الوقت، لان ناس كتير هنا عايشة في الجمعية سكن دائم، لان كل الخدمات متوفرة والمواصلات. وبرضه اللي اولاده مثلا هنا في الازهر هنا برضه ممكن يمشي هنا الازهر، بنات وبنين، نحدد المرحلة الإعدادية للبنين والثانوية للبنات. الغاز على باب الشقة والمية عموما. عداد كهرباء، الشقق اللي جنبها مركبة كهرباء على وشك يركب، ممكن يركب باسمه أو باسم المشتري عادي، مفيش مشكلة. أسانسير شغال. دي مطبخ كبير أمريكي كبير اهوت بسم الله ما شاء الله. يعني في فينش بسيط والنقاشة، يعني ان شاء الله ممكن حتى يبقى الالوانات اللي يعوزها المشتري هو اللي يحددها، انما الجبسون بورد خالص الكهرباء بتاعته خالصه. تصلح ايضا للعرسان. طبعا الشقه مش مجروحه، نعلم اللي في وشنا. هنا على شارع الجمعيه نفسه. البحر هنا برضه اهوت من الجنب. احنا الشارع واجهه قبلي وبحري، شارع الجمعيه. احنا على بعد من شارع الهنوفيل حوالي 100 متر او 120 متر تقريبا، وكل خدمات في الشارع. احنا الدور 12 علوي والاخير، السطح معزول ومتبلط سيراميك. المساحه 115 متر، 115 متر ان شاء الله. 2 وريسبشن كبير.